زي ما اتعلمنا في الطب الوظيفي بندور على الأسباب الجذرية للموضوع. فإيه هي الأسباب الجذرية للإمساك الوظيفي؟ هم 4 محاور مفيش غيرهم. أول حاجة في الدايت برضو هنقسمهم ل3 حاجات. حاجة اسمها ستاندرد امريكان دايت أو الأكل المصنع أو الأكل الحديث بتاع اليومين دول أو الأكل اللي ما كناش بناكله من 100 سنة اللي جدتك تشوفه كده ما تعرفوش. مثال اندومي مثلا. طيب حتى باختصار وكده بنسميه ساد ستاندرد امريكان دايت، يعني حزين وبيجيب الحزن. الاكل المصنع وجواها بقى الحاجات الفاين شوجرز قله الالياف، وهنتكلم في الالياف دي لوحدها لانها موضوع كبير ومعظم الناس فاهمينه غلط، وقله الميه. فده اول حاجه اللي هو الدايت. تاني حاجه نمط الحياه، مش بس انك انت تبقى خامل او سيدنتري لايف ما بتتحركش، لان انت وانت بتمشي جهازك الهضمي بيمشي جواك. يعني ايه؟ يعني الجسم المتحرك جواه جهاز هضمي متحرك، انما الجسم اللي قاعد طول النهار على المكتب او قدام اللابتوب او على السرير او على الكنبه جهازه الهضمي هو كمان بيركن كده. تمام؟ انما مش بس دي، عندك كمان التوتر المزمن، وده هنشرحه في الحاجه اللي جايه، وكمان قله النوم. 3 حاجات دول واثقين الصله بالامساك. الجت ثالث محور هو الجهاز الهضمي. الديسبيوزز يعني عدم التوازن بين البكتيريا الضاره والنافعه بيخلي الانفايرمنت البيئه الداخليه كلها تبوظ. حساسيات الطعام شكل من اشكال عدم تحمل الطعام ان انا يجي لي امساك، وطبعا صديقتي العزيزه متلازمه ارتشاح الامعاء. يبقى ده ثالث حاجه اللي هي الجت. رابع حاجه بقى اللي هي الجهاز العصبي. عايزه اقول ان احنا عندنا جهازين عصبيين احنا بنتنقل ما بينهم. جهاز اسمه السمباتاوي بتاع الخطر اللي هو بتاع الاسد اللي احنا كلنا عارفينه، اسمه فايت اند فلايت يعني اجري او واجه، بتاع المواجهات. والجهاز تاني اسمه الباراسمباتاوي، ده بتاع تنظيم الجسم والوظائف بتاعتنا، اسمه ريست اند دايجست. بالعقل كده يعني ارتاح واهضم. بالعقل كده انا علشان جهازي الهضمي يشتغل وحاجه اسمها الفيجاس نيرف اللي هو العصب الحائر اللي هو الكابل اللي واخد الجسم كله على بعضه يشتغل كويس، انا محتاجه اكون فين؟ تحت تاثير الباراسمباتاوي علشان ارست ودايجست. انما لو انا طول الوقت متوتر او بطلع من تروما او من خبطه ومش بعرف ارجع تاني، يعني بروح للتوتر وما برجعش، مين اللي بيسوق؟ السمباتيك. اللي هو ايه السمباتيك؟ اللي هو السمباتاوي اللي هو بتاع الاخطار. طب بذمتك وقت الخطر ده وقت بيبي؟ انا عايزاك تتخيل الانسان القديم اللي كان بيجري وراه الاسد لو جاله بيبي وعايز يعمل حمام، مش هينفع. تمام؟ النهارده احنا حوالينا اسود كتير جدا، مش الاسد بتاع الغابه. انت عندك الديدلاين، عندك القسط، عندك الجمعيه، عندك الخناقه في الشغل، عندك الالتزامات الكتير اللي ورانا. كل دي اسود بتجري ورانا. فلو انت طول النهار الاسد بيجري وراك، تمام، والجهاز السمباتاوي هو اللي سايق، هتعمل حمام ازاي؟ يبقى اذا انت مش بس ده ما اسموش بقى ستريس، انت محتاج انك انت تفصل، تعرف انك تروح للتوتر ساعه التوتر وترجع تاني. ايه هي ال4 اسباب الجذريه؟ تحتها كلها حاجات كتير. اول حاجه طريقه الاكل، طريقه نمط الحياه، صحه الجهاز الهضمي، وصحه الفلكسبيليتي او المرونه في الانتقال ما بين السمباتاوي والبارا سمباتاوي. اسباب الامساك الوظيفي.